عندها بادي لانجوج حلوه جدا، وده بسبب ممكن يكون بسبب اصلا هي كانت لايف كوتش، فاللايف كوتش اصلا بيحتاج طول الوقت ان هو يعبر للناس. دايما لما بتحاول توصل معلومه لحد بتستخدم عناصر التاكيد. عناصر التاكيد اللي انت بتستخدمها بتبقى ايه؟ في المعتاد البادي لانجوج بتاعك. يمكن صوتها عندها فيه شويه مشكله لان نفسها كان بيروح، ولان لكن هو عوضت الصوت ده بحركه جسمها. قعدت عملت لكم الحركه ازاي تتكلم على كذا منطقه 37 دايره، رسمت لكم الدوائر بايدها، اكدت الكلام كتير في البادي لانجوج بتاعتها، والحدوته ماشيه من اول للاخر. ولما حست ان هي بتعطل رمتها بافيه. ما وقفتش في الاخر بس كده بس كده. وده في حد ذاته طرح جميل جدا. بشكرك جدا يا جميل. تعرف حاجه؟ عندها معلومات؟ لا. تعرف اي حاجه في الاثار؟ ولكن طرح الطرح ممكن يشد انتباه المتلقي. انا وانا واقف هنا ممكن ابص على الشكل بتاع العقود اللي موجوده واتكلم عن اشكال العقود مثلا. انا وانا واقف هنا ممكن اتكلم على الجوامع الاسلاميه تطورها اللي اتكلمنا فيها. شكل الاروقه، اتكلم عن البائكه وتقسيم الرواق، الاروقه والبوائك والبلاطات. اللي عايز يعمل هيعمل، لكن بعطل اول ما اوقف في النص. لا انا مش عايز، مش محضر. انا اي حاجه دلوقتي هتكلم عنها حتى لو عمياني، حتى لو ما عنديش معلومه هالف معلومه وانا بتكلم. هالف معلومه لسه من 3 دقايق قايلين مش صح اللي انتوا بتعملوه ده. وبعدين اول ما انا وقفت وعملت كده انا قلقان جدا. واقفه يا جماعه عاديه جدا وانا فارد جسمي، ويعني دي كانت ميزه موجوده عند محمد معلش الاسماء بتلزق في دماغي بصعوبه شديده سامحوني. فالميزه موجوده عنده ان هو البادي لانجوج بتاعه كان مرتاح على الرغم ان هو مشدود. ما كتفش نفسي، ما لمش نفسي، ما احطش ايدي لازقه في جسمي، ما ربعش. لا بالعكس، انا رجلي مفتوحه من بعضها، واقف وبتحرك وبتغير المره دي اتكلم هنا وبتغير المره دي اتكلم هنا. لما باجي عند الحته المعينه باكد بيها. ادواتي الجسديه لازم استخدمها. لازم اكد على حركه ايدي رايحه فين، بشاور على ايه، بعمل تجسيد لايه للناس وانا بتكلم. كلمتكم في الفيشيال رياكشن. التوناليتي بقى يمكن ديت المنطقه اللي ممكن واحده زي ما تشتغل عليها شويه. يعني مي برضه بتنطق من منطقه مش مريحه اصلا. انت خضتني حضرتك مش ازاي مريح. هقول لك بس انا هي دخلت دوست بتتكلم من المنطقه دي. لا دلوقتي هي بتتكلم من المنطقه دي، في حين عشان تبقى مريحه تتكلم المنطقه دي. الصوت في طبقه الجراف مريحه جدا، بس بتخلي صوتنا اجش. الجواب بيبقى ناعم بس صعوبه التحكم فيه بتبقى عاليه. ففي المعتاد الناس بتلجا بالذات البنات بتلجا لمناطق عشان تخلي صوتها حلو شويه، ده بشكل لا ارادي وهي صغيره. فبتنطق بطبقه مستعاره، ما بتبقاش طبقتها الحقيقيه. لو وصلت للطبقه الحقيقيه هتكتشف ان صوتها فيه امكانيات اعلى بكتير مش واخده بالها منها. بس تعرف هي تطلع منه للناعم وترجع. انما هي لو هي محبوسه في الناعم مش هتعرف تنزل الخشن. مستعجبين اللي هنقول. وفي ناس مهمين كانوا واعيين بده وبيستغلوه. فريد الأطرش وهو بيتكلم من طبقه، وهو بيغني من طبقه مستعاره. هو بيتكلم في العادي عادي، وبعدين لما يغني من الطبقه دي. انا مش بقلس عليه، هو عارف قدرات صوته، وعارف هو هنا في الطبقه المستعاره. حنجره مستعاره هو جايبها كتير، بيعملوا الحركه دي كناس بيرفورمرز. يعني احنا اصلا يعني انت بتقدم، فغصب عنك ده نوع من انواع البرفورمينج. لازم تكون عارف جسمك حدوده ايه وصوتك حدوده ايه وازاي تطوره. رفعه الحاجب اللي عندك ديت رفعه لا اراديه عندك انت على طول، بس مديه معنى. لو عرفتي تتحكمي فيها هتعرفي تتحكمي في عضلات وشك اكتر، هتلاقي المعاني بقت اكتر. الابتسامه مهمه جدا لينا كمشاهير. ما اطلعش انا عامل كده عمال بقول احنا دلوقتي قاعدين في جامع رفاعي عاملين ايه ده؟ مهم جدا نكون مبتسمين قدام الناس. مهم جدا ان احنا نحاول نحكي الكلام اللي بنقوله
نوصل لنسق حكي زي اللي عملته علا، اللي هو يعني مش معلومه شديده الاهميه بس معلومه بحدوته توصل للناس وتخلي الناس متواصله معاك بشكل كبير. وكل ما هعرف اوصل للهوك كل ما هبقى مرتاح، لان الهوك بشد بيه انتباه الناس، امتى اهزر وامتى ما اهزرش. انا بتكلم هنا عن جامع الرفاعي، يعني ممكن اقول معلومه انا ما قلتهاش، يعني ده جامع رفاعي ليه مش جامع خشيار؟ يعني خشيار تبني الجامع وتعمل ده كله ما تسميش نفسها اسم جامع خشيار. فليه؟ لان الرفاعي نفسه. احنا اتكلمنا ليه عن الصوفيه بره؟ طب انا ممكن ما اتكلمش عن الصوفيه، ده مدخل اتكلم فيه في حته. انا قلت كل الداتا اللي بره، هل معنى ذلك ان انا لما اجيب اي حد لازم اقول له كل الداتا دي؟ بس دي كلها حاجات تعرف تستغلها في فرحه. اديني فرحه ولو 5 دقائق زي ما عملت مي، بس فرحه ماسك اوله من اخره. ايه المشكله في ده؟ ايه اللي انت خايف منه؟ مفيش حاجه تخوف، مفيش حاجه تخوف. الحاجه الوحيده اللي تخوف ان انت تقول معلومه غلط قدام واحد فاهم، وبرضه ما تخوفش. انا وقفت وقلت علي الوصلي، هو عادي جدا بكل منتهى الثقه، قلت علي الوصلي وهو ابو الفتح الوسطي، وبقوله بعدها على طول ابو الفتح الوسطي، بس يعني احيانا التلميذه بتحصل، احنا بني ادمين يا جدعان ايه؟ ربنا ما غلطش. فعادي امتى وقت الغلط؟ واحنا بنلعب، لان بعد كده هنغلط غلطات قدام الناس، خلي بالك، وهنغلط. مريم يلا عدى 10 دقايق. وقفني. عدى 11 دقيقة. يلا عايزين